أيها الرائعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة مميزة، حلقة جديدة اللي غادي نشوفوا فيها واحد الإطلالة مميزة متابعينا على الإعلام الكويتي قبل مباراة المغرب، كيفاش كانوا محفزين وكانوا واثقين في راسهم. وبهذه المباراة الصدمة اللي جاتهم بعد النتيجة الكاسحة ديال المنتخب المغربي للصلاة ب7 أهداف لواحد. مشاهدينا ومتابعينا كذلك لنا نظرة غادي تشوفوها على الإعلام الجزائري، اللي ما يمكنش هاد الناس هادو القربة كتنوض عندهم في بلاطو وكأنهم جالسين في واحد المبقى مجمعين والغوات. وهادي مشاهدينا متابعينا حلقة مهمة فيها مقتطفات أهم. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الأول حتى الآخر. على بركة الله دون إطالة نبدأ. مشاهدينا إلا كنتي أول مرة كتشوف فيديوهات ديالنا فرجاء تشترك القناة وتخلي لنا لايك في الفيديو باش يوصل أكبر عدد من المغاربة. دون إطالة مشاهدينا نمشيو للإعلام الخليجي الكويتي نشوفوا شنو قال قبل انطلاق مباراة المغرب مع الكويت بطبيعة الحال في نهائي دي كأس العرب للصالات. ما في أي فريق يشابههم أو أي منتخب يشابههم من خلال الأداء، من خلال التكتيك، القوة، الهجوم، الدفاع. ما شاء الله يعني. المنتخبين الوحيدين اللي خلينا نقول أدائهم طوال المباراة محافظين على نفس الرتم، على نفس الأداء، على نفس التكتيك، وصعب إنه يغلطون وصعب إنك تغلط قدامهم في نفس الوقت. صحيح. المنتخب الكويتي والمنتخب المغربي، المنتخبين يستاهلون يكونون في النهائي. أدوا بطولة رائعة جدا، تكتيك، أهداف حلوة، ضغط على الخصوم. يستاهلون أنهم يكونون في النهائي اليوم. يستاهلون أكيد أنهم يكونون في النهائي، وأكيد إحنا ننتظر ممكن النتيجة في الشوط الأول. وأنت مثل ما توقعت طبعا التعادل يكون سلبي بين المنتخبين، خاصة أنهم منتخبين قويين، و خلنا نقول من أفضل المنتخبات في هذه البطولة، وهو النهائي الثاني على التوالي. هل يحافظ المنتخب المغربي على اللقب؟ ما أتوقع، لا. ما أتوقع. الكويت عندهم كلمة اليوم. الكويت عندهم كلمة؟ إيه. هذا اللي بنشوفه. طبعا مشاهدينا الكرام، ننتقل معاكم إلى أرضية الملعب، إلى صالة عبد الله الأمير. وفعلا الكويت عنده كلمة ولكن المغرب له 7 كلمات. إذا مشاهدينا كانوا الناس محفزين، كانوا كيدويو على المنتخبين بجوج وكيقارنوا واش هادو حماق ولا مالو. الآن مشاهدينا غادي نمشيو نشوفوا الصدمة ديال هاد المحللين في هاد الاستوديو هذا بعد المباراة. بطبيعة الحال نوليو نشوفوا عاوتاني أمور كيتكلموا عليها ديال المدرب وهذه. نكملوا مشاهدينا متابعين. المنتخب الكويتي فرصة أنه يتحرك أو يعيد تمركزه بعد الباور بلاي، ولا حتى المنتخب الكويتي ممكن شفناه أنه ما استفاد من الباور بلاي، بالعكس كان المنتخب المغربي المستفيد الأكبر من الباور بلاي الكويتي. طبعا نرحب بمحلل القنوات. واش كتشوفوا الصدمة على وجه المحلل ولا دابا راه حتى الكاميرا ما بقاتش باقي يشوف كيدوي وهو حال راسو بحال هكا. هاد الشوط الاول مشاهدينا المتابعين بسم الله ما شاء الله انتهى يعني بواحد النتيجه اللي ما كانوش متوقعينها. والصدمه هذا الاستوديو هذا الان يعني هو بين الشوطين، راه مازال الشوط الثاني ما بداش. وشوفوا شنو وقع فيه وشوفوا الصدمه على الوجوه ديالهم. نشوفوا باقي المحللين ونكملوا الفيديو. الكأس الكابتن سعيد غلام. سعيد الله يحييك، شرفتنا الله يسلمك. طبعا شاهدنا هذا الشوط، سيطرة مغربية كاملة، 5-0 في الشوط الأول. المنتخب المغربي يمتاز بالروح القتالية، بتطبيق تكتيك المدرب حذافيره. في أخطاء من مدرب الكويت. أنت تعرف أن إمكانيات المنتخب المغربي فريق قوي، لازم تحترمه. في كرة الصالات العب على إمكانياتك. أنت رايح فريق شباب، عناصر مش خبرة. نعم. فلو تلعب نص ملعب، وانت شفت كبداية الشوط هي كلها أخطاء فردية، واغلب اللعيبه يمكن اول مره يلعبون البطوله في منتخب الكويت. فالعب على امكانياتك ولا تضغط من فوق. انت قاعد تشوف الضغط انه غلط، وحتى في الباور بلاي انت ما قاعد تاخذ نتيجه ايجابيه من الباور بلاي. 3 أجوال من الباور بلاي اخطاء.
التناقض كبير مشاهدينا. إذا لاحظتوا معايا في اللقطة اللي من قبل كان قالوا لي أن المنتخبين بجوج عندهم واحد الميزة مشتركة، هو أنهم صعيب أنهم يغلطوا وتجيهم فرصة كيستغلوها. في نفس الاستوديو تيقول لك دابا أن الكويت غلطات بزاف وهذه، والمغرب فاز هي بالأخطاء ديال اللاعبين ديال الكويت. نعم. فلما تشوف ان في اخطاء خلاص تلعب على الدفنس، العب على الدفنس والعب على المرتد. يعني اخطاء المدرب. مدرب الكويت اخطا كثير. انت المفروض ما تجازف، ما تجازف تلعب ضغط عالي ثابت، وكل ما لا يزيد فانت قاعد تسيطر على مجريات المباراه كامله. وانت لاحظ حتى في الست بيسز اللي هي الكور الاوت يطبقونها تطبيق 100%. نعم. فهذه هالكور تفيدك حتى في الملعب. فالمنتخب المغربي من بدايه البطوله هو ثابت، يعني وواصل نص يعني نهائي كاس عالم، يضغط على الكويت والكويت يلعبون باور بلاي. وتحس انهم هم اكثر في الملعب. نعم. لاحظت؟ تحس انهم هم اكثر في الملعب. فالمنتخب المغربي مصنف يعني عالميا الثامن ولا السادس. بصراحه يعني خلصوها من الشوط الاول، يا يكون لك يا عليك. تماما. إذا مشاهدينا الصدمة واضحة وباينة على الوجوه ديال المحللين الكويتيين. وطبيعة الحال كما قالوا بأن المنتخب المغربي اللي صارت بسم الله ما شاء الله مستوى عالمي ومصنف يعني من الأوائل عالميا. الآن مشاهدينا متابعينا غادي نخليو نوعوا واحد شوية، نخليو علينا الإعلام الخليجي وجيو يا سيادنا الناس ديال الهكاويين، الناس الجزائريين يا سيادنا، نشوفوا تا هما القربال عندهم في الاستوديوهات راه ما كاينش، راه شي حاجه اللي بزاف اللي هي النيفو طالع ديال بصح. شوفوا مشاهدينا متابعينا احد الاستوديوهات علاش كيدويو بطبيعه الحال لما تعليق عليهم. منصات التواصل الاجتماعي الناس تحب اكثر اللباس هذا يديروه بالاشياء السلبيه مش بالايجابيه. يعني احتراما لعقول الناس واحتراما للاشخاص. رئيس موجود على هرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أيعقل يعني الإنسان يشتغل له إنسان آخر يقول له سأخذ مكانك، ولا أنا نجي نقول أنا ولدي الإمكانيات ولدي المؤهلات وأنا المعروفة الآنية هذه لدى كثير من الجزائريين في الحقل الرياضي أتكلم. لا، لازم نحترموا الناس، الإنسان ندعموه ونتمنى له إن شاء الله أن يفوز بمقعد في اللجنة التنفيذية للكاف، وان شاء الله يفوز باللي، لان ربما كاين تشاؤم. بتاتر انا عندي ليسبوار باللي احنا اللي ننظموا كاس افريقيا 2025 ان شاء الله. مازال باسكو لي جون يزون بليي خلاص من ننظموا احنا اون توجور لي شانس. حتى المكتب التنفيذي للكاف نعطيك معلومه راه منقسم، راح حتى المشاركات الثنائيه قال لا كاف نديروها في بلدين، قالوا نديروها في بلدين. ولكن انا نقول لك باللي اكتويلمون سي اون بالوتاج. كاين بزاف الناس اللي قالت صحيح حسم الامر ولا ننظم كاس افريقيا 2000. ما زالت حظوظ الجزائر قائمه 100%، وما زالت في الاتحاد كاين انقسام دون لو بيرو اكزيكوتيف. زعما الناس مازال تيحلموا، والمحلل بطبيعه الحال هذا طبيعه الحال تلقاه غير شي بوق ديال النظام الجزائري اللي قالوا ليه سيدي طلع هادي وقول للناس راه مازال عندنا الامل وهذه. فسؤال كيطرح عندها الى فعلا الجزائر باقي عندها الامل 100% انها ترشح انها تستضيف عفوا كاس افريقيا 2025، فلماذا قدمت ملف ترشحها في 2027؟ يعني الامور واضحه وضوح الشمس في نهار جميل. المغرب مركز على 2025، فاش كنمشيو ل 2027 ما كنلقاوش الملف المغربي نهائيا، ماشي بحال الجزائر اللي مرشحه على 2025 ودافع ملف ديال الترشح 2027. بطبيعه الحال التسريبات كثيره كتقول بان كاس افريقيا 2025 مغربيه، وهذا طبيعه الحال يعني بالرجوع لعده عوامل من بينها عندنا المغرب منظم تظاهرات عالميه ونجح في ذلك بخلاف الجيران اللي يعني الشان ولا بطوله ديال كاس افريقيا للفتيان، فكان واحد الفشل ذريع في التنظيم ديالها. مشاهدينا ومتابعينا الامر كيبقى محسوم، فكيبقاو اضغاث احلام بالنسبه للجزائريين. اجي نكملوا نشوفوا شنو كيقولوا مازال. جماعه من هنا وجماعه من هنا. كاين الاقتراح هذا الذي طرح وين يلعب كاس افريقيا في بلدين، ولكن ننتظر المستجدات. انا في عندي اتصالات كثيره معه، وتعرف علاقتي مع المصريين سواء صحفيين او رياضيين. عندي بعض الصحفيين اللي داخلين في الاتحاد الافريقي ويخرجوا المعلومات الصغيره كما نقولوا.
واول امس وين كان واحد منهم اللي كلمني وما نذكرش اسمه، احد الاصدقاء، وين حظوظ الجزائر قائمه لاحتضان كاس افريقيا 2005. هنا اللي رانا نريبوا في رواحنا. ساعات نسميها حاجه مليحه، الكذبه البيضاء. يكذب على بلادك حاجه مليحه، يكذب. ينو دي با اون فيريتي امير. كي تعود عندك معلومه سيئه ما تقولهاش، خبيها عندك. وهذا هو ليسبوار، يفو فيفر. وبربي ان شاء الله احنا اللي ننظموا وما كيما ننظموش. ماش ولا كلام سرار قران او قال خطره عند كمال المهدي. انا عندي معلومه باللي ان شاء الله ننظموها ان شاء الله. ولم يحسم كما قال عبد الحكيم سرار في الامر ما تعلق بتنظيم كان 2025، وكل واحد يبقى نحترموا رايه مهما كان وزنه، مهما كان مستواه، ومهما كان اسمه، ومهما كان المنصب الذي يتولاه، سواء كاعلامي، كرئيس نادي، كمسير او شيء من هذا القبيل. اذا ديما غيبقاو بحال هكا، ديما القرباله وديما البكاوش، كمره كيصبروا مع بعضياتهم، مره تيقول لك راه اقجاع راه في المكتب التنفيذي حنا ما عندناش الرجال، راه نفس الاستوديوهات، غير اليوم تيقولوا هضره وغدا تيقولوا هضره واحده اخرى مناقضه للهضره الاولى اللي قالوا. مشاهدينا ومتابعينا، هكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو اليوم. نتمنى نكون وصلنا لكم معلومه وخليناكم في الصوره. تلاقاو غدا بعون الله في فيديو جديد. ما تنساش ابوني وما تنساش لايك للفيديو باش يوصل للمغاربه كاملين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.